كمدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة في انتفاضة الاستقلال نحضر يوميا المظاهرات السلمية. تعرض للتعذيب في الشارع العام، تعرض للسحل، نجرد من الباسي في الشارع العام، نبط قدام أولادي، نبتط قدام داري، نمنع من الخروج من داري. من تعود معلن عن مظاهرة وأنا مارقة نمتنع أنا من يوقفوا قدام الدار ويقفلوا علي قدام الدار ويقفلوا علي الدار كامل ويخلوني يسجنوني داخل الدار. وهذا كامل عايشين أولادي، يعني أولادي كبروا في هذه الحياة كامل. نجيهم مبطوطة وفي نفس الوقت يجيهم والدهم مبطوط، منين يجوا مبطوطين الاثنين. يعني التركة كيفاش عاشوا هذه الحياة. هما ما حدهم صغيرين يتساءلوا علاه يا ماما يبطوك، وعلاه تعود تشرح لهم عن هذو راهم غزاة واحتلال ومحتلين وباغين يقبضوا أرضنا غصبة، ولا خاصنا نعتوا لهم ونعتوا العالم عن احنا ما لهنا نسمحوا في شبر واحد من الأرض ونقدوا نموتوا ونقدوا نعتقلوا. في حصار أخير حاصروا بعد تأسيسنا للهيئة، وكان معايا ولدي الصغير وكنت انا وهو وحدنا، ويعني طوقت الدار تطويق شين، وجات ياسر من البوليس وحاولوا عنهم يهجموا فعلا عنه نهار الطفل بين يديه. حاولت عني نفهمه ونحمله شيء اكثر منه، ويعني نقول له انا ليه نعتقل فعلا غير تيالتك تتحمل. انا حسيت عني ذاك الوقت ما طرحت اعتبار لهذاك الطفل ولا لسنه، ابي فرضت عليه انه يتحمل عني انا راني مشروع معتقله ولا مشروع شهيده وخاصك تتحمل. هو فعلا ما تقبل عني يبطوك يا ماما، هي يبطوك والله غير ما يعتقلوك ما يمشوا بك، وانا وهو وحدنا في الدار. يعني